الجوهرة السمراء بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم بإجماع الرياضيين حول العالم. وفي البرازيل بيليه يعتبر بطلا قوميا لا نظير له. إنه الأفضل في تاريخ كرة القدم ومن أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في العالم ب 1281 هدفا، وهو اللاعب الوحيد في العالم الذي فاز بكأس العالم 3 مرات. أبصر النور في عام 1940 بولاية ميناس جيراس البرازيلية، وكان يدعى إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو. ولد لأب كان يلعب في نادي فلومينيزي، وقد سمي تيمنا بالعالم الأمريكي توماس إديسون، وهو الطفل الأول لأبويه، ولم يحصل على اسم بيليه إلا في أيام الدراسة، وقد أعطي هذا الاسم لأنه لم يعرف كيف يهجئ اسم لاعبه المفضل حارس مرمى نادي فاسكو دي جاما بيليه. ولم يكن بيليه يحب هذا الاسم، وقد طرد من المدرسة لأنه لكم زميله الذي أطلق عليه هذا الاسم، ولكن الاسم ظل ملتصقا به إلى الأبد. وبيليه الطفل وقتها لم يكن يعرف أن كلمة بيليه تعني في اللغة الإيرلندية كرة القدم، وفي لغة الهيبيين تعني المعجزة. عندما كان عمر بيليه 9 سنوات، قامت البرازيل للمرة الأولى بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1950، ويوم المباراة النهائية بين البرازيل والأوروغواي، وللمرة الأولى في حياته رأى بيليه والده يجهش بالبكاء عند هزيمة البرازيل، فما كان من الطفل إلا أن قال له مواسيا: ذات يوم سوف أفوز بكأس العالم من أجلك. ثم ذهب الطفل إلى غرفة والديه ووقف أمام صورة للسيد المسيح معلقة على الجدار، وقال له: أعلم لو أنني كنت في الملعب ما كنت تركت البرازيل تنهزم، لو كنت هناك كنا سنفوز. نشأ بيليه في بيئة فقيرة جدا، حيث كافح والده لكسب لقمة العيش عن طريق لعب كرة القدم، وقد جمع بيليه بعض المال من خلال عمله، حيث كان ينظف أحذيتهم في أيام المباريات. وقد تعلم لعب الكرة من والده الذي كان يلعب في نادي أتلتيكو مينيرو، والذي أصيب في ركبته مما اضطره إلى اعتزال الكرة. ومن هنا بدأ بيليه بتطوير مهاراته في كرة القدم، حيث بدأ بركل الجوارب المحشوة بالأقمشة في شوارع بورو، ولكنه غالبا ما كان يقابل بمعاملة حقيرة من أصدقائه. كان فريق بيليه الأول هو فريق شوز دي سوانس، وقد تأسس هذا الفريق على يد بيليه وبعضا من أصدقائه، وقد شاركوا في العديد من البطولات المحلية، وقد غيروا اسم فريقهم إلى أمريكوينها، وقد لعبوا في المباراة النهائية في استاد BAK، حتى أن بيليه فاز بلقب هداف البطولة. بعمر 15 بدأ مسيرة احترافية مع نادي سانتوس، ومنذ ظهوره الأول قام النقاد الرياضيون بالتوقع بأنه سيكون من أفضل اللاعبين في العالم، وسجل أول هدف في مسيرته الاحترافية قبل أن يبلغ 16، وكان هداف الدوري في الموسم الأول له. وبعدها انضم للعب في المنتخب الوطني البرازيلي، ولعب أول مباراة دولية له في عام 1956 أمام منتخب الأرجنتين، وفاز منتخب الأرجنتين 2-1، وسجل بيليه هدفه الدولي الأول قبل أن يبلغ 17 ب4 أشهر. لعب بيليه أول مباراة له في كأس العالم عام 1958 في السويد، وقد كان أصغر لاعب في البطولة، وقد سجل أول هدف له في كأس العالم أمام منتخب ويلز في الدور الربع النهائي، وقد أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم. وفي الدور نصف النهائي سجل بيليه ثلاثية ليقود منتخب البرازيل لكرة القدم إلى التأهل إلى المباراة النهائية التي سجل فيها هدفين أمام منتخب السويد، وهدفه الأول من الأهداف الأجمل في التاريخ. وبعد أن انتهت المباراة وقع مغشيا عليه، وتم إسعافه من قبل الطاقم الطبي، وقد أنهى البطولة ب6 أهداف سجلها ب4 مباريات، وكان ثاني هدافي البطولة. وهنا كتب بيليه بطاقة تعريفية رسميا للعالم أجمع، ولفت جميع الأنظار. وبالرغم من أنه كان يبلغ من العمر 17 عاما، إلا أنه تلقى عروضا ضخمة للعب للأندية الأوروبية. ولكن الرئيس البرازيلي جانيو كوادروس في ذلك الوقت أعلن أن بيليه كنز وطني للبرازيل، لذلك جعل من الصعب من الناحية القانونية بالنسبة لبيليه أن يلعب لصالح بلد آخر. كان بيليه بالفعل أسطورة بكل معنى الكلمة، ففي أواخر 1960 الخصمين في الحرب الأهلية النيجيرية وافقوا على وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة حتى يتمكنوا من مشاهدة بيليه وهو يلعب في مباراة استعراضية في العاصمة النيجيرية. تأتي المحطة التالية في حياة بيليه، مشاركته في كأس العالم 1962، وفي أول مباراة له صنع هدفا أمام منتخب المكسيك لكرة القدم،
وبعدها سجل آخر بعد أن راوغ 4 مدافعين، ولكنه أصيب في مباراة البرازيل أمام تشيكوسلوفاكيا، إلا أن فريقه استطاع الصمود بقيادة نجم آخر وهو غارينشيا والفوز بالبطولة. وبعد 4 سنوات وتحديدا في إنجلترا عام 1966 حدثت سلسلة من الهجمات الوحشية من قبل المدافعين، والتي جعلت بيليه يعاني من إصابات في الساق مرة أخرى، وبسبب ذلك خرجت البرازيل من كأس العالم بعد جولة واحدة. وقال بيليه بعد تلك البطولة أنه لا يريد اللعب في كأس العالم مرة أخرى، ولكنه عندما استدعي للمشاركة في كأس العالم 1970 رفض في البداية، ولكن بعدها وافق لتكون البطولة الأفضل له في كأس العالم، حيث ظهر قائدا للفريق ونجمه الأول، وفاز بالبطولة بعد التفوق في المباراة النهائية أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 4-1. وقد سجل بيليه 4 أهداف في البطولة. أعلن بيليه اعتزاله لكرة القدم عام 1974، ووفقا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم فإن بيليه هو أنجح هداف في العالم، حيث سجل في مسيرته الكروية بالكامل 1281 هدفا في 1363 مباراة خاضها، بما في ذلك المباريات الودية غير الرسمية، وأصبح بذلك أكثر من سجل أهدافا في تاريخ كرة القدم، وتم إدراج الرقم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وقد لعب بيليه مع البرازيل 92 مباراة، وفاز المنتخب في 67 مباراة، وتعادل في 14 مباراة، وخسر في 11 مباراة، ولم تخسر البرازيل أي مباراة عندما كان بيليه وغارينشا في الملعب. لم يكن الاعتزال هو النهاية بالنسبة لبيليه، بل حافظ على شعبيته ونشاطه في العديد من المجالات المهنية، وشغل منصب وزير البرازيل للرياضة وسفير الأمم المتحدة للبيئة، وسمي بلاعب القرن لكرة القدم في عام 1999 جنبا إلى جنب مع اللاعب الأرجنتيني مارادونا. وكان لبيليه ثقلا سياسيا، حيث قاد العديد من السياسات الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية للفقراء، وأطلق على بيليه عدة ألقاب، منها اللؤلؤة السوداء وملك كرة القدم وغيرها من الألقاب طيلة مسيرته الممتدة ل21 عام. وقد استطاع الفوز ب3 بطولات كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده، وهو أيضا الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 77 هدفا في 92 مباراة. كان زواجه الأول من روزميري دوس تشولبي في عام 1966، ورزق منها بابنتين، ولكن زواجهما انتهى بالطلاق عام 1982 ليدخل في علاقة جديدة عام 1986 مع تشوكسا، التي ساعدها لتصبح عارضة أزياء، وكانت تبلغ من العمر 17 عاما فقط حينئذ. في عام 1994 تزوج عالمة النفس والإنجيل المغنية آسيريا ليموس سيكساس، ولكن هذا الزواج أيضا انتهى بالانفصال. تم إصدار كتاب للنجم بيليه بعنوان 1283، والكتاب يتناول سيرته الذاتية، ويشير عنوانه إلى عدد الأهداف التي سجلها طيلة مشواره، هذا بالإضافة إلى كتاب بيليه قصة حياتي، الذي يروي فيه الأسطورة بيليه قصة حياته التي عرفت الأحلام الأكثر جنونا وتخللتها الضحكات والدموع والانتصارات والهزائم، وقصة حياة أكبر أسطورة في تاريخ لعبة كرة القدم. بيليه ليس مجرد لاعب كرة قدم ماهر، بل أسطورة حية كانت قادرة على إلهاب مشاعر الشعب البرازيلي العاشق لكرة القدم.